من بعد 50 سنة ديال النزاع حول الصحراء بين المغرب والعصابة أو الميليشيات البوليزاريو المدعومة من الجزائر، هذا الملف ديال الصحراء خوتي المغاربة قريبا غادي يسالي، وكاينه فرضيه كبيره كتقول ان المغرب هو اللي ربح هذه القضيه او هو اللي ربح هذا الملف ديال الصحراء الغربيه. خوتي المغاربه السلام عليكم، ازول في اللون وتحيه طيبه. مؤخرا خوتي المغاربه الولايات المتحده الامريكيه حطت واحد المسوده في المجلس الامن ديال الامم المتحده باش يصوتوا عليها الدول نهار 31 في هذا الشهر. وفي هذه المسوده خوتي المغاربه ميريكان اعتمدت على مقترح واحد اللي هو المقترح المغربي اللي هو الحكم الذاتي، وما تكرهتش بتاتا المقترح ديال الميليشيات او المقترح ديال العدو الجزائر اللي هو تقرير المصير وداك الشيء ديالهم. وجميع المحللين السياسيين كيقولوا اخوتي المغاربه بان المغرب هو اللي غادي يربح في التصويت اللي غادي يكون نهار 31 في هذا الشهر في مجلس الامن ديال الامم المتحده، حيت اخوتي المغاربه جميع الدول تقريبا العظمى او لا غادي يصوتوا لصالح المغرب. يعني اخوتي المغاربه راه كاين واحد احتمال كبير بان المغرب هو اللي غادي يربح في هذه القضيه او هو اللي غادي يربح في هذا الملف، حيت اخوتي المغاربه جميع المحللين السياسيين كيقولوا بان جميع الدول تقريبا غادي يصوتوا لهذا المقترح المغربي. ومثلا غير فرنسا وسبليون اللي كيعتبروا اصدقاء ديال الجزائر فراه حتى هما غادي يصوتوا على المقترح المغربي، وروسيا حتى هي اللي كتعتبر واحد الحليف مع الجزائر فراه حتى هي غير مؤخرا وزير الخارجيه ديالها قال لبوريطه بانهم غادي يصوتوا على المقترح المغربي. يعني هذا المقترح ديال الجزائر فهما بوحدهم اللي غادي يصوتوا عليه، اما هاد الميليشيات فما دوله ما والو، ما عندهم لا سياده ما عندهم والو، يعني هما اصلا ما كيصوتوش وهما اصلا ما كاينينش في الامم المتحده. وبالنسبه للناس اللي كيسولوا علاش ميريكان دخلات وعلاش فراه ميريكان الاخوان كما تعلمون فراه هي ما كتدخلش في شي حاجه اللي ما عندهاش المصالح، فميريكان بغات انفيستا فلوس صحيحه في الصحراء المغربيه. يعني كما تعلمون راه ميريكان راه طامعه، والهدف ديالها من هذا الشيء ماشي المحبه ديالها للمغرب ولا شي حاجه، انما هي طامعه في الصحراء المغربيه، وشافت ان الصحراء المغربيه كاينه في واحد المكان استراتيجي وبغات تستثمر فلوس صحيحه في الصحراء المغربيه. هذا ما كان اخوتي المغاربه، السلام عليكم.